السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل دست الجاتو بطريقه سهله جدا في الصينيه العاديه بتاعه البيت. يا رب الفيديو يعجبكم، يبقى سهل وبسيط كده وتقدروا تنفذوه. حطيت في العجان 3 بيضات ونص بيضة، قسمتها ضربتها كده وخدت نصها وسبت نصها للنص الشوكولاتة. و يبقى 3 بيضات، بيضتين ونص، عليهم رشة فانيليا، عليهم ربع كيلو دي اسبونج، عليهم رشة فانيليا ومعلقة محسن، وضربتهم كويس كده وحطيتهم في جنب. هحطهم كده في جنب بالشكل ده، وهضرب نفس اللي انا عملته بالظبط هعمله تاني. ربع كوباية مية، بيضتين ونص، ربع كيلو دقيق اسبونج شوكولاتة، معلقة محسن، ورشة فانيليا. هضربهم كويس كده مع بعض، وهشغل عليهم العجال لحد ما يتضربوا واحطهم في الجنب التاني. وطبعا اكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. ادخلها واسيبها لحد ما تستوي. طبعا بختبرها بخلة اسنان او عصاية شيش طاووق. لو لقيتها استوت بطلعها، لو لقيتها لسه قدامها شويه بسيبها زي ما انتم شايفين كده. دي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الجاتو في البيت، بطريقه سهله جدا، مش معقده خالص. بصراحة أنا بحب أعمله في الصينية ديت. تقسيمتها بسيطة وتقسيمتها سهلة، مش محتاجة أي حاجة خالص، وبتطلع الخرط متساوية جدا ومظبوطة قوي قوي قوي. تمام. هسوي برضو الجنب الفانيليا كده، بسويهم الاتنين كويس، واكون طبعا زي ما قلت لكم مشغله الفرن على درجه حراره 180، وبدخلهم. بقعدوا حوالي 45 دقيقه، ممكن اقل ممكن اكتر على حسب الفرن بتاعك. زي ما انتم شايفين كده. هضرب بقى الكريمة بتاعتي، طبعا طلعتها وسبتها تهدى شوية وغطيتها. وهضرب الكريمة 3 كوبايات مية، عليهم كوبايتين كريمة، عليهم معلقة لبن بودرة ومعلقة باستر كريم. ديت نص كوباية بعاير بها كده. انا كان عندي شغل تاني وعشان كده ضربت كريمة بزيادة، بس حبيت برضه اجيب لكم الكريمة زي ما انتم شايفين كده. حطيت معلقتين باستر كريم. طبعا انت هتضربي للجاتو ده كوباية وشوية، كوباية وربع مثلا كريمة وتحطي بقى المية بتاعتك وتظبطي بقى الدنيا. واحط لكل كوباية كريمة معلقتين سكر. تمام. بضرب الكمية كده مع بعض وبشغل عليها العجال لحد ما تتضرب خالص ويعلى. طبعا كنت غطيته شوية، بعد ما هدا كده غطيته. انا ما بحبش اغطي الاسبونج على طول، بحس ان هو آه، مش عارفه بيعرق كده والورقه بتتبل وحاجات من دي يعني. فالاحسن ان انتوا تسيبوه يطلع شويه بخار كده حلوين كده، وترجعوا تحطوا عليه القماش او الفوطه اللي انتي هتغطي بيها. بظبط طبعا المنشار تحت التسعة بحاجه بسيطه، وببدا اقطع بالشكل ده. وبشيل طبعا على ورقه النتيجه اللي انا مغلفاها ديت. زي ما انتوا شايفين كده بقطعه على 3 طبقات. هنا بقى هنبدأ نحط الكريمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بحط شوية كريمة حلوين كده وبوزعهم زي ما انتوا شايفين.
طبعا كريمة الشوكولاتة زي ما انتوا عارفين بحط معلقة كاكاو ومعلقة جناش. هنا بقى هبدأ احط الكريمة البيضة زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى الطبقة التانية. دي الطبقة اللي في النص طبعا اتقطعت مني بس مفيش اي مشكلة خالص، كله بيتعالج. هظبطها كده. كان عندي بقى قطعة كده من التورتيه اللي في نفس اليوم يعني كنت شغالة فيها، فكانت طالعة حتة كده في الرقة اللي فوق، فظبطتها كده وخدت السبونج بتاعها، وببدأ كده الحتت اللي هي في قلبها سبونج احط فيها سبونج كده. لو حسيت ان السبونج تخين شوية بظبطه زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص. انا حسيت ان حتة كده ناقصة في الشوكولاتة، فخدت حاجة بسيطة كده من الشوكولاتة حطيتها فيها. هنا برضو هبدأ احط كده الكريمة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده. احط برضو كريمة الشوكولاتة الفانيليا، معلش اسفة، الفانيليا. هبدأ اظبطها حلو، وهرجع احط اخر طبقة معايا. طبعا انا شايلة الوش وشايلة القاع بتاع الجاتوه. هحط كريمة كده حلوة معقولة، وهبدأ اسويها. طبعا دي اخر طبقة هسويها بقى كويس. طبعا نخلي بالنا ان ميبقاش في مكان نازل لتحت ومكان عالي. طبعا الكريمة خلصت معايا، فهرجع اضرب تاني لان كنت شغالة في تورتايه قبل ديت. اللي انا كنت منزله لكم اخر واحدة كانت مع الجاتو ده. بس طبعا زي ما قلت لكم ان انا قسمت الفيديو عشان ما يبقاش طويل قوي عليكم. زي ما انتم شايفين كده. طبعا هحطه في الفريزر بقى حوالي 3 ساعات او حاجة، على حسب يعني، او ساعتين على حسب ما يشد معايا، عشان لما اجي اقطع تبقى الطبقات كويسة. زي ما بقول لكم حطه في الفريزر حوالي ساعتين او 3 كده. بعد ما حطيته شد شوية في الفريزر. ده جناش هحطه كده على الجنب ده. هبدأ اسويه كده حلو. طبعا هو بيمسك على طول لان هو متفرز، الجاتوه مفرز، فالجناش بيمسك على طول. هنا معلقة نوتيلا كده،
وهدوبها بشوية زيت، بس اهم حاجة يكون الزيت نوعية نضيفة، مش بتاع التموين يا جماعة، نوعية نضيفة، ما يكونش له ريحة ولا طعم يعني. ودوبت كده النوتيلا، وهبدأ احطها على الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده، وبوزعها. بحاول اخلي ايديا خفيفة عشان طبعا هو طالع من الفريزر، والنوتيلا هتشد عليه على طول زي ما انتوا شايفين كده. دي كان قطعة كده ما دبتش، هشتغلها برضو. هدخله بقى الفريزر كمان نص ساعة ولا حاجة، وبعد كده لما طلعته هنبدأ بقى نقص الطرف الأول. شايفين الخرطة هتبقى عالية قد ايه. المهم ان انا قصيته كده، ببدأ اقيس 5. طبعا ده غير الجاتو اللي عملناه مع بعض قبل كده، التاني ده الاقتصادي زي ما انتوا شايفين. قسمته كده خمسات، وهنا هقص 10. هبدأ اقطع الأول، وبعد كده هنقسم دولت 10 ويعني 10 وحاجة بسيطة، و10 وحاجة بسيطة. تمام. هو تقريبا في سنت زيادة، فما فيش مشكلة يعني. طبعا لازم كل مرة بقطع فيها بغسل السكينة بتاعتي، او بمسحها بفوطة تكون نظيفة جنبي. في قطع هنا جت زيادة فهشتلها زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اقطع بقى نصين كده. هقطعها نصين، 10 سنتي وحاجة بسيطة، و10 سنتي وحاجة بسيطة. هبدأ كده من النص كده واقطع. هبدأ بقى اعمل روزيتات، هو بس شوية كريمة كده عشان نعمل روزيتات. اعمل بقى وردات، روزيتات، اللي يعجبكم يعني. هنشوف بقى هنزين بايه. عندي بقى ورق ترانسفير كنت عاملاه، هبدأ كده ازين بيه. دي شوكولاتة ملولوة. هحط بقى كونو، اي بقى اشكال عندي ببدأ احطها كده. احط على دول توت. احط كده اي اشكال بقى عندي كده، اظبط بقى الدنيا. هنا ده ويفر ابيض وبني عندي، هحط برضو منه.
انتوا شايفين كده. حط بقى كريسبي الوان كده، عندك كريسبي اصفر غامق واصفر فاتح، اي حاجه موجوده. ده حاسه ان هي هتتزحلق كده. طبعا لسه برضو عايز تحط في الفريزر شويه، بس انا خلاص هعبيه وخلاص زي ما انتوا شايفين كده. هنا جبت شيلت الجاتو وبدأت ارص كده. طبعا زي ما انتوا شايفين الخلطة عالية جدا وجميلة. هرصه كله بالشكل ده، واحدة بني وواحدة بيضة كده، تبقى العلبة مشكلة. بحب انا اشكل العلبة بالشكل ده. وزي ما انت تحبي طبعا، لو حابة تحطي الفانيليا جنب بعضها والشوكولاتة لوحدها عادي. هرص بقى كله كده في العلبة لو انتوا شايفين. ناخد بالنا كده لان قبل كده وقع مني كذا مرة. انا بوريهولكم ان هو 3 طبقات، بسم الله ما شاء الله. يعني بصوا هما داخلين في الكرتونة بالعافية. هكمل انا بقى كله. ده شكل الجاتوه بعد ما خلصت. يا رب يعجبكم، استنوني في فيديو جديد.